هلو شباب يا اخوان جميلة. اليوم بهذا الفلوج راح نسوي كل شوية شغلات. قبل ما يبدي كل شيء رجاءً يعني راح يجون الجماعة يقولوا لي جميل انت ليش بتحمل فلوجات او فيديوهات؟ انت مو يوتيوبر، انت ما تحمل هواي، انت تضيع وقتي واني راح الغي الاشتراك whatever. يعني شوفوا تعرفون ليش بدي احمل فلوجات؟ من ورا فتشي منك راح اراويكم شنو هو. هاي جي تي اي للي ما يفتهم. من ورا هاي انا ما دا احمل فلوجات، صار لي بالاسبوع هيجي قد اني ساعة تطلع مو والله. anyway خلي هسه اطفي البلاي وارجع لكم. اليوم راح نسولف لكم، اوقف خلي عاد اقرا شوي. اليوم راح اسولف لكم على هواي شغلات بهذا الفلوج الاميزنج. راح احكي مثلا عن كم يوتيوبر، تيجوز عرفتوا كم يوتيوبر هذا معناه شنو، بس whatever. راح اشرح لكم كم شغله، راح نسولف، راح نسوي كل شيء بهذا الفلوج. خلي اسولف لكم عن كم شغله. هسه هذا اللابتوب فار كراي برايمر مثلا، هسه هاي اللعبه فار كراي كنت على البلاي على هذا الزباله، على هذا احصل يعني فار كراي برايمر على البلاي 30 اف بي اس 30 فريم. البلاي يجيب 30 فريم. زين تتخيلون ايش قد يجيب الكمبيوتر هذا اللابتوب؟ 70 فريم. تتخيلون يعني اكثر من دبل الفرق. تالي يجي واحد يقول لي البلاي 4 احسن من البي سي واللابتوب والكمبيوترات كل غالية، البلاي ارخص. خلي افهمك بابا، انت لو تحسب هسه هذا عندك هذا البلاي حاليا يعني يقول سعره $300، تخيل اوكي، مو رخيص وشغل لك خوش العاب يعني سبحان الله. بس ركز على شغله واحده، اللعبه الواحده راح تشتريها، قول جي تي اي بش قد $60 اوكي، هاي بس البدايه يعني. بس حاليا ايش قد دفعت؟ $360. بعدين قبضت جي تي اي، شنو تريد تلعب اونلاين جي تي اي اونلاين، فشنو لازم بالشهر تدفع $10 او بالثلاث اشهر $25. هسه ايش قد تصير $385 لحد الان. بعدين شنو تريد تشتري لك لعبه ثانيه، قول ما ادري كراش بانديكوت، قول هسه تقريبا $40 $50 هاي سعرها، ويا $40 تصير تقريبا $420. تخيلون $420 يجي بهذا. وهذا ايش تقدر تسوي بيه مثلا؟ يعني بس تلعب العاب، ادري تقدر تتفرج يوتيوب او هيجي، بس مو المتعة بقد اللابتوب هذا. ذاك اللابتوب تقدر تسوي بيه اي شيء تريده. اصلا تقدر تلعب العاب البلاي 4 على هذا اللابتوب، وتقدر تلعب العاب كل الاجهزة على هذا اللابتوب. تخيل يعني ايش قد هذا احسن من هذا. بس المشكلة هنا، كل المشكلة بالعراق انه ببساطة ما يروجون هالمنتجات بس، وبالشرق الاوسط كله يعني ماكو اعلانات اللي هيجي منتجات مال كمبيوتر او هيجي، بس اعلانات المنتجات هاي الاشياء هاي نشتريها $300 ونتقشمر عبالنا هاي سعرها رخيص، تالي ندفع فوقها $300 بس على الالعاب. لا صدق دب الوضعية، صدق ما يصير افشل باليوتيوب، بس يا صدق مزوبة بيها الوضعية. المهم هسه الساعة 4 بالليل وراح انام، اشوفكم باليوم الجاي. حاليا الساعة 5 الصبح وما دا اقدر انام لي هسه. اشوفكم باللقطة الجاية، راح احاول انام. طبعا شباب ماني هسه قعدت، هسه الساعة ايش قد؟ خلي اشوف ساعتي. 7 الصبح.
يعني اني نمت ساعتين فقط. شلون لعد اني رجل اعمال ناجح ومشغول؟ فهمتوا شباب؟ كذب. الساعة 6 وأنا تعجزت أصور لكم ومن قعدت يعني وأصور لكم الخيط، فقلت خلي نبدي اليوم الثاني من هاي اللقطة. أوكي anyway قلت لكم هواي شغلات راح نحكي عنها، منها كنت مخطط اسوي لكم جيف اواي مال كارد بلاي ستيشن $10. ادري هو مو فد شي جيف اواي، بس ما يهم العدد، ما يهم الرقم مال الكارد او سعرها، يعني اهم شيء انه اذا اعطي فد شي للمتابعين مال. بس اني قلت فد فيديو، قلت اذا وصل الفيديو 100 لايك راح تبدي الجيف اواي وراح اعلن عن الفائز. بس المشكلة الفيديو الاول قلت يلا وصل الفيديو 100 لايك وراح يبدأ الجيف اواي. سويت فيديو ثاني قلت يلا يجوز فيديو مو زين ذاك كانوا ما حبوه، سويت فيديو ثاني قلت يلا شباب وصلوا الفيديو 100 لايك وراح تبدي الجيف اواي. يجوز همينه ما حبوه بس وصل 60 لايك هيجي زين. سويت فيديو ثالث قلت شباب وصلوا الفيديو 100 لايك وهمينه وصل. قلت شنو الفايدة اذا متى اوصل 100 لايك اللي هي كلش قليلة؟ يعني يوتيوبرز اعرفهم يسوون جيف اواي كاردات $10 يطلبون من متابعيهم 10,000 لايك هيجي. فقلت انا ليش هيجي؟ خلي يعني تكبر قناتي وبعدين يسوي جيف اوايات ثانية، او خلي المتابعين مالتي ينشرون فيديوهاتي ينشروها على مود تبدي جيف اواي. بس حاليا يعني ماكو نشر، ماكو ناس يعلقون بالفيديوهات هالقد، ماكو تفاعل بالفيديوهات. فمن تزيد التفاعل بفيديوهاتي تصير الشغلات متأكد 100% راح ابدي جيف اوايات. اوكي هذا كل اللي ردت اقوله يعني. وراح تسألوني ايش سويت بهذا الكارت $10؟ ها جميل ها. وتعرفون من اجوا انا شباب؟ فيصل ريكو. واو فيصل شو تعلم عن نفسك؟ انا فيصل ريكو، اسمي فيصل يعني. المهم عندي قناة باليوتيوب اسمها فيصل ريكو، راح اشترك بيها لايك. باختصار اخوي عندي قناة راح انزل بيها فيديوهات جيمنج، تحديات، ان شاء الله مقالب جميل لا يا اخي ورياكشن وكليك بيت، يعني شغلات اميزنج. اوكي بس اميزنج كلش. اوكي المهم هسه راح نبدي اللقطة اللي كلكم جيتوا الفيديو على مودها، اللي هي مال فد واحد شو اسمه فيصل علي المرجاني. خلينا نشوف. قبل اسبوع علي المرجاني نزل فيديو افضل سيت اب بالعالم، السيت اب المرجاني. الفيديو كان برعاية انفيديا شركة مال كاردات شاشة، شركة فرتشي يعني واحد ما يتوقع اصلا انه يصير سبونسر اليوتيوبر عراقي. خلينا نشوف الفيديو. شباب ان شاء الله بخير وياكم علي مرجاني اليوم يا شباب ان شاء الله. واخيرا حشوفكم السيت اب المرجاني المنتظر اللي صار لكم تقريبا اكثر من اسبوع، شي اسبوعين 10 ايام قاعد تنتظروه. هذه فتره انا اختفيت وانا اجهز بالسيت اب مالتي، وبنفس الوقت اخوي اجى من السفر فتقدرون اوكي خير خلينا نكمل. تقولون انا دايت فان مجموعه السيت اب، بس هذا السيت اب بصراحه انا عجبني. شوفوا مع اذا تشوفون انه للي يفتهم بالبي سي والحاسبات كارت الشاشه جي تي اكس 1080 تي اي فاوندرز اديشن، المعالج كور اي 7. للي يفتهم بهالشغلات هذا السيت اب يعني ما معقوله تجي شركه بهالكبر يعني سبونسر لليوتيوبر عراقي وتعطيه سيت اب. اذا تشوفون الفيديوهات السابقه تعرفون شلون شكل السيت اب مالته كان قبل سنتين؟ هذا كان السيت اب مالته قبل سنتين، بس احنا هنا عندنا الصرصور، هنا عندنا الجوزدان مالته، هنا عندنا اللابتوب والماوس. وكان متحمس كلش متحمس انه يجي اللابتوب هذا الجديد مالته اللي هو هسه قديم وحاطه وراها يعني بالسيت اب. كان كلش متحمس انه يجي لابتوب جديد. فشنو اجى لابتوب كلش اقوى من هذا اللابتوب، ورسلنا همينه اجى السيت اب اعطيته شركة انفيديا هذا السيت اب. لو تشوفون السيت اب مالته اللي $2000 تقولون شنو هذا؟
هذا اقول باكثر شيء يعني $500 سعر الست. انا ما اقول $500 فلوس قليله، بس يوتيوبر بهيجي سيت اب. زين لحظة، انتوا عبالكم هذا اصغر سيت اب بالعالم؟ باعوه. شوف سيت اب مال فيصل. المهم سيت اب فيصل لابتوب هنا. اوكي ما دام هو عنده هيجي سيت اب قوي يعني وفتشي زين، اكيد انه هو يقدم فد محتوى ممتاز. تشوفون هذا الميكروفون باكثر من $200، فاكيد يعني يقدم فد محتوى راقي مميز من فريد من نوعه يعني. خلينا نشوف المحتوى اللي يقدمه يعني الفيديوهات اللي اكيد ما كلش متعوب عليه. خلينا نشوف. اوكي يعني ده يرقص خوش مونتاج بس وذ. بوكسر مساء الخير وياكم مع علي المرجاني. فكرت في يوم من الايام ممكن تضحك على السيستم مالت اليوتيوب؟ يضحك على السيستم مال اليوتيوب. قول والله. هاي شلون؟ لك على المرجاني. هكر اليوتيوب جميل، راح يمسح قنواتنا. لا وبدال الدرع الفضي الواحد تحصل على درعين. لك حصل درعين جميل. انا عندي فكرة، اذا احنا ان شاء الله وصلنا 100 احنا نقدر شباب نسوي 100,000 قناة ونحصل مشتركين ونحصل 100,000 درع ونحطهم واحد فوق الاخ ونجيب السكينة نارية. شو الذكية. anyway كافي بالأخير. مشاهدات. كانت في يوم من الايام ممكن هذا الشخص اللي يخدع اليوتيوب هو شخص عراقي. خرب منه. لا فكر because today is the day of changing the system of YouTube. اليوم اوكي من هسه نفتهم انه هو بس بيخير يقول فائن او فادب او فاء. ما يصير نسب اليوتيوب او نحكي فشر هيجي، بس هو هذا فالح بيه صراحة يعني. اشوفكم شلون راح اقدر احصل على درعين فضية بدا. انت اللي قاعد تشوف اول مرة تشوف قناتي وما مشترك بيها. اوكي خير. يعني صار له دقيقة كاملة بس يقول اشتركوا بقناتي ولايك فيفورت سبسكرايب. الله. راح نغير النظام مال الكبار بالعالم. لا. He is the fucking PewDiePie. Who is the fucking king of Iraqi YouTube? He is the fucked up علي المرجاني. المشكلة يقول لك انه اني ملك اليوتيوب، علي المرجاني ملك اليوتيوب العراقي الفائن. بعدين شنو يقول لك فاقد اب؟ تعرف يعني علاوي يعني شنو فاقد اب؟ ويعني مصدق وبكل ثقة نفس يعني اني علي المرجاني الفاقد اب. ركز على كلمتين fucked up يعني الضايج. اليوم حبيب راح نوصل على فات. اليوتيوب وراح نسوي حركة أول عربي سويها. لا جائن. هي يا حبيب سويت قناة ثانية. القناة الثانية باختصار سوى قناة ثانية وعباله هو عبقري وكل شوي عنده كينج اوف عراقي يوتيوب. سوى قناة ثانية يريد يجمع 100,000 مشترك بيها وعلى مود بس يجيب درع ثانية وقشمر الزعاطيط. عباله هو عبقري. أبهرتني صراحة يعني. زين خلينا نشوف احنا شوية يعني. انت مثلا تروح لأمريكا تسألهم منو أحسن يوتيوبر، أقوى يوتيوبر يتعب أكثر شيء على مونتاجه هناك، يقولوا لك جيك بول، عندنا بيوديباي، عندنا كل ذول الجماعة. يجي الأمريكي يروح للعراق يقول انتو شنو أقوى يوتيوبر عندكم فتشي ويتعب كلش على مونتاجه فتشي يجي. شو يقولوا له؟ علي المرجاني اللي هو لاجئ تركيا، تجي شركات تقول له تعال ايفنت مالتنا ايش راح نسوي هيك راح نسوي، يقول انا ما اقدر اني لاجئ بتركيا. اوكي بعدين شنو؟ بس في خير يسوي انفجارات بفيديوهات اغاني يفشل كينج اوف عراقي يوتيوب هيجي يفشل وبعدين يرقص يتمرقص كينج اوف عراقي يوتيوب دير بالكم مني جاد. بعدين شنو شي يسوي؟ هاي فتحات كلش ذكية يعني. بعدين شنو؟ يخدع نظام اليوتيوب ويقشمر الزعاطيط عبالهم. ومع كل هذا السيت اب القوي والشركات اللي ترعاه يعني سبونسر تصير له، اريد بس اشوف فيديو محتوى بيه خير منه يعني رجاء. المهم
هو هذا الوضعنا المليوس باليوتيوب العراقي المزغوب بيه على قولتهم. هو هذا اللي بس يصيح ملك اليوتيوب العراقي the fucking king of Iraqi يوتيوب، اني ملك اليوتيوب، ويقشمر الزعاطيط. يعني هنيك اليوتيوب العراقي اذا توصلت لهيك مرحله. عناوي قال لنا انه اذا وصل ل1,000,000 مشترك راح يترك اليوتيوب. هسه كم مشترك عنده؟ 960,000. عنده حاليا 960,000 مشترك باليوتيوب. فيقول إذا وصل 1,000,000 مشترك راح يترك اليوتيوب. إذا صدق ترك اليوتيوب راح يسوي إذا صدق ترك اليوتيوب إذا هذا يعني صدق ما دا أفتهم يعني. بس إذا ما ترك اليوتيوب إذا لما راح أسوي فيديو تحشيش ثاني يعني. شوفوا قبل ما يجون جماعة تاج راسك، أنا مدى أحشش أو أهين هذا، مدى أقصد أي إهانة لهذا الرجال علي المرجاني، مدى أهين أو دا أحشش على هاي القناة علي المرجاني، مدى أحشش على شخصيته أو هيجي، دا أحشش على شغله. أوكي، هو أكيد مو هيجي أو هيجي شخصيته خارج اليوتيوب، بس شخصيته داخل اليوتيوب، هيجي شغله هو. أوكي، ما أريد واحد يجي يقول لي أنت جايب لي ليش يجوا على مجال تاج راسك. أنا بس دا أحشش على شغله. كل يوتيوبر عادي واحد يحشش على شغله. إذا ماكو نقد بناء، إذا ماكو لا يوتيوب ولا خيط ولا فن، الفنان أو اليوتيوبر أو أي شيء ما يرتفع مستواه بدون النقد البناء. فتقبلوها يعني. أنا ما كارهه، أنا أحبه، هو خوش يوتيوبر يعني، بس كشغله خوش إنسان يعني. بس كشغله كيوتيوبر أنا عادي ما عندي أي مشكلة وياه، بس ما أحب محتواه كلش يعني. هذا قصدي. ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نسوي انبوكسنج للمسواق. هاي الشركة ما تريد تسوي كوبي رايت. لا المهم جبنا هذا عصير سنفور. هذا عصير الطاردة جمهور. كافي بلا خلاص. المهم جبنا شيبس وخريط وراح نتفرج فيديو امين حسين يا عمري فيصل يسوي لهم يا عمري بطريقة خبيثة. لايفات اقسم بالله. اخ يا عبقري. لا anyway لايف هاك تعلم. اوكي شباب، وصلنا لنهاية الفلوج. اسف اذا كان الفلوج قصير، اسف اذا كان الفلوج طويل. فيصل راح للمرة الخامسة ولا الرابعة لا حد يحكي عليه يقول على موجون تاج راسك والخيط. اي لاف على موجون، اي لاف كل يوتيوبر عراقي، بس نقد بناء هذا. اوكي، فاشوفكم بالفلوج الجاي. كان معكم جميل، مع السلامة.